السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة جاي اوريكم طريقة عمل الفايش الصعيدي لكل الأمهات اللي بتعمل وتودي مواسم لبناتها أو تحب تعمل في الموسم فايش. كعادة للصعايدة كده بيحبوا يعملوا في كل موسم أو في مواسم معينة كده الفايش. اول حاجه لازم نعملها اللي هي الخميره الفايش اللي على اساسها هنخبز ونعمل فايش بيكون مميز بريحه وطعم مميز للفايش. الفايش الصعيدي مش فايش الافران. بنجيب معلقتين سمسم ونكون غاليين لبن اول غاليه ليه، يغلي غلوه او اتنين، وفي الاخر نحطه في بطرمان، نحط السمسم في بطرمان ونضيف عليها اللبن المغلي فورا، ونروح قافلين البطرمان الازاز كويس حوالي نص كوباية لبن كده مغلية فور غليانها على طول، وندفيها نحطها كده نلفها بقماشة وندفيها في مكان كده دافي. انا عملت حاجة جميلة جدا عشان تسرع التخمير بتاعي. كنت بغلي مية وبحط البطرمان بالحاجة اللي هو محطوط فيها بالقماشة فوق حاجة كده، البخار بتاع الحاجة بيطلع عليها، فكان بيدفيها احسن ما تحطيها في ردة وكده. بعد ما خمرت الخميرة بضيف لها معلقتين دقيق كده على خميرة السمسم في نفس البطرمان اللي انا عاملاها فيه، واقلبها كويس. وبعد كده بعد ما احط عليها الدقيق واقلبها كويس بالمعلقة يعني بحيث تمتزج خالص الخميرة بالدقيق، هغطيها برضو بالغطا. ادينا اهو بضيف حوالي 3 4 معالق دقيق، يعني عشان ما تبقاش ممية كده. لو هتعمليها مثلا من بالليل لو هتربي الخميرة الصبح لاحظي مع التدفية وبتدفيها بالبخار هتخمر معاكي بسرعة كده. انا قلبت الدقيق مع الخميرة بتاعت السمسم كويس اوي، بقت تخينة مش خفيفة. وهضيف على وشها كمان حبة دقيق واغطيها واحطها في برضو في نفس القماشة والحاجة اللي انا كنت احطها فيها كده او كوباية ستانلس كده، ادفيها واغطيها كويس واحطها في دولاب المطبخ ادفى مكان عندك بتحطيها فيه. بصوا ما كملتش ساعتين وخمرت لدرجة ان هي فتحت غطا البطرمان وبدأ يطلع من البطرمان الخميرة بتاعة الفايش. عايزة اقول لكم ان هي بتبقى في الاول ريحتها يعني مش مستحبة. بصوا الفقاقيع ومليانة هوا ازاي، دليل ان هي ما شاء الله خمرانة وناجحة وصح 100%، معمولة بطريقة صح 100%. دلوقتي انا هجيب حلة فيها يعني حوالي كوباية مية كده دافية بسيط مش سخنة عشان ما تموش الخميرة بتاعتي، وهفضي الخميرة فيها وهضيف عليها دقيق وهعجنها كويس، بتبقى عجينتها خفيفة مش تخينة. هعجنها كويس بيها بحيث تمتزج الخميرة بالدقيق بالمية، مية وخميرة ودقيق وبس. آه هفضي دلوقتي كل المحتويات اللي في البطرمان اللي فيها الخميرة على الدقيق والمية ده، علشان كده هعمل انا خميرة. هي بتتعمل كذا مرحلة، معلش هتبقى متعبة بس نتيجتها وريحتها رهيبة، وتحس ان انتي عملتي حاجة بنفسك في بيتك. بصوا الخميرة ما شاء الله فاتحة وطالعة من البطرمان على الرغم ان هو مقفول كويس جدا، لدرجة ان هي يعني ايه بيبين ان هي ناجحة جدا جدا. بصوا اول ما تفتحي بصوا كأن حاجة وانفجرت بقى. انا بفتحها كان عايزة تخرج بأي شكل. هفرغ كل اللي في البطرمان ده كويس قوي على الخميرة اللي انا بعجنها، وامزجها كويس قوي بالمعلقة بايدك، ويفضل ان بايدك عشان ايه تضمني ان هي بملمسها، تضمني ان انتي مزجتيها كويس واختلطت كويس جدا. هفرغ انا بقى كل اللي في البطرمان واقلبها، وبعد كده ارش عليها حبة دقيق من فوق واغطيها بالغطا، اغطي الحلة اللي انا عاملة فيها الخميرة دي بالغطا، واغطيها كمان بقماشتين كده يكونوا تقال علشان ايه تدفى معايا وتطلع بسرعة. برضو مش هتكمل ساعة، ساعة ونص بالكتير، ساعتين بالكتير اوي في الجو البرد اللي احنا فيه ده، وتلاقيها ما شاء الله خمرت وملت الحلة معاكي. هنا انا بفرغ، يعني شايفين انا بفرغ حتى يعني قلبت اللي في البطرمان بشوية مية وحطيتهم على الخميرة علشان عايزة كل الخميرة
يعني استفاد منها كلها. بصوا شايفين الخميرة بتبقى طرية ازاي علشان تخمر معاكي بسرعة. في ناس بتقول لي بيتحط ليها خميرة فورية، فلا، هو الخميرة الصعيدي، الفيش الصعيدي اللي على اصوله هو اللي بيتعمل بالطريقة دي، ما بيتحطش ليها بيرة خالص، يعني اللي هو الخميرة الفورية دي خالص. بصوا اهي ما شاء الله ما كملتش ساعة ونص وملت الحلة ازاي، ما شاء الله كده، وخمرت وملت الحلة خالص. في الوقت ده هحضر مية دافية وهسيح سمنة، مش هغليها، وطبعا كيلو لبن او 2 كيلو لبن على حسب مقدرتك، وهحط في العجان 2 كيلو سكر لان عاملة كمية كبيرة انا. وهفضي اللبن هفضيه كده في المية. حطينا سكر ومية دافية ولبن، مية سخنة ولبن، وهنحط سكر، حطينا سكر ومية دافية ولبن، وهنحط كركم وهنحط سمنة. هتحطي حوالي في الاول طبعا كمية كبيرة، هنستخدم في الكمية الكبيرة او في العجان الكبير ده حوالي 2 كيلو سكر ونص، نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة. سمنة طبعا سمنة صناعي، لو عندك مقدرة تعمليها بالسمنة البلدي يكون برضو طعمها حلو أجمل. هضيف أنا برضو كيسين لبن بودرة اللي هو النيدو، هضيفهم كده بيعزز الطعم كده وبيزودها من القيمة الغذائية، وبتحسي طعم الفاش انتوا بتاكليه كده طعمه كده غني وحلو. هضيف كمان كركم وهضيف سمسم، وهضيف على حسب ما انتي بتحبي ايه اللون اللي بتحبيه في العجين، حطي سمسم. يعني المكونات حطينا لبن ومية سخنة وكركم وسمسم وسمنة ولبن. دي مكونات الفايش اللي في بداية في العجن. وبعد كده هضيف طبقين دقيق بعد ما هضيف الكركم واقلبهم وامزجهم كويس، طبقين دقيق، وبعدين افضي الخميرة، وبعدين احط باقي الدقيق واعجنه. ولازم العجين بتاعه يبقى تخين، نجاح الفايش يبقى تخين، عجينته تخينة. لو طريت العجينة هيلزق معاكي في الصاج وهيتعبك جدا، ومش هيطلع منفوش ولا هيديكي النتيجة المطلوبة. كده بعد ما العجين ما شاء الله عجنته وخمر وبدأت اقرصه في الصيجان بالشكل ده اهو، شايفين بعمله بالحجم ده. في ناس بتعمله بالمكنة بتاعت البسكوت، من بعد ما تعجنيه على طول ما تستنهوش يخمر تقطعيه في المكنة وتعمليه. وهو بعد ما سويته في الفرن شكله ما شاء الله جميل وهش وما شاء الله، يعني طالع تحفة تحفة. هنبدأ بقى نقطعه بالسكين، نشققه كده، نعمله زي الفصوص كده شرايح رقيش، ونبدأ نرصه في الصيجان ونحمصه في الفرن. ودلوقتي هوريكم شكله في الفرن. بصوا بياخد اللون الحلو الذهبي كده، يعني بيبقى ما شاء الله حاجة كده. كفاية ريحته، والله كفاية ريحته. طبعا انا وولادي وكده وملمومين بنقطع الفايش وبنرصه في السجان بالشكل ده، وبعدين نحمصه زي ما وريتهولكم في الاول في الفرن. بيبقى يوم جميل جدا، هو متعب بس بيبقى جميل جدا ونتيجته حلوة، وما بنعملهوش كل يوم، فيعني هو تعب يوم بس نتيجته حلوة كده. وعادات وطقوس اهل الصعيد، لو في موسم، لو في عيد، لو في مناسبة، لو مش لاقية تفطري ولادك ايه، ممكن تعملي لهم حبة الفايش دول، بيبقوا جمال جدا. وطبعا اديكم شايفين النتيجة النهائية. والله يا ريت جنبي وكنتوا كلكم دقتوا الفايش بتاعي وشفتوا طعمته وجماله، وهو كمان يتكلم عن نفسه، صورته بتتكلم عن نفسه. ده كان الفايش بتاعي بتاع الموسم. يا رب يعجبكم، ويا رب اكون قدمت حاجة مفيدة. اللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس ويضغط كومنت، ويضغط لايك، وعايزة كومنتات حلوة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش في دعوة حلوة، وما تنسوش تضغطوا على اللايك، عايزة لايكات كتير يا جماعة، بالله عليكم ما تنسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.